السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ فيديو جديد مع بعض. لو مش مشتركة اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنسينيش في لايك حلو منك تشجيعا منك ليا. معايا كيلو من الدقيق، عليه معلقتين حليب بودرة ورشة من الملح، ومعايا نص كوباية مية متدوب فيها معلقة سكر كبيرة وكيس خميرة. هنزل بيهم على الدقيق وهعجنهم كويس جدا، وهلم العجينة بمعلقتين من الزيت. هجيب معلقتين كاكاو كبار، هدوبهم في شوية من الزيت كده، وهلون جزء من العجينة والجزء التاني هسيبه أبيض. هقسمهم بالظبط وهسيبهم في مكان دافي يتخمروا كويس. وبعد ما اتخمروا كويس جدا هجيب بقى هنضف الرخامة كويس جدا، وهمسح ايدي بالزيت وهبتدي اعمل دوائر صغيرة كده. هحاول اخلي ايدي متساوية يا بنات، علشان انا عايزة كل الدوائر اللي معايا قد بعض. هعمل برضو من اللون الابيض نفس العدد. هبتدي افرد الجزء الابيض كده، همسح ايدي بالزيت علشان ما فيش حاجه تلزق مني، عشان طبعا ما عادش ينفع ادخل الدقيق معايا. وهبتدي افرد كده، وهحط الدايره البني دي اللي بالشوكولاته جواها، وهفردهم الاتنين تاني مع بعض. وهبتدي اقطع بالقطاعه كده من الجنب، والفها زي الرول كده يا بنات. وهاجي على طرف العجين وهحشي شوكولاته، ممكن سبريد وممكن شوكولاته شيبس زي ما انا هعمل كده. وهقفل العجين كويس وهلف كده يا بنات. معايا صينيه مدهونه من الزيت، وهحط فيها اللي انا شكلته. هفرد دايره من اللون الابيض، وهحط فيها واحده من البني، وابتدي افردهم تاني مع بعض. وهقطع بالقطاعه من الطرف كده، وهلف رول كده يا بنات بالشكل ده. والطرف السليم هحط فيه شوكولاته، لا اما سبريد لا اما شيبس. واقفل كويس والف. من هنا لحد ما اخلص كل التشكيل هتكون ارتاحت تاني واتخمرت مرة تانية. اول ما خلاص اقرب اخلص الكمية اكون مسخنة الفرن قبل ما ادخل الصواني فيه. لازم الفرن يكون متسخن. هنا اتخمرت تاني، بوريكم ان حجمها تضاعف. معايا بقى خليط من الحليب عليه معلقة نسكافيه ومتدوبين كويس، هدهن بيهم الوش كده. وهدخلهم فرن سخن يا بنات، وهبتدي اتابع من بره كده. اشوف اول ما تبتدي ان هي تستوي هشغل الشوايه شويه صغيرين، وبعد ما اطلعها هغطيها بفوطه منديه. شايفين بقى الطراوه؟ شايفين؟ هشه جدا جدا جدا، والريحه والطعم حكايه، المنظر روعه. اتمنى تجربيه. وصفات اللانش بوكس بقى مدلعاكوا على الاخر. ما تنسونيش في لايك حلو منكم تشجيعا منكم ليا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.